الاهلي المرعب ضد فاركو، الاهلي الحمل الوديع ضد مودرن سبورت. ليه الاهلي كان مرعب ضد فاركو؟ وليه الاهلي ما كانش بالشكل ده في اول مباراة في الدوري ضد مودرن سبورت؟ وليه الاهلي قدر يفوز 4 وكانوا ممكن يبقوا 5 و6 و7 و8 كمان في مباراة فاركو؟ وليه ما عملش كده في مباراة مودرن سبورت؟ الفرق واضح. الاهلي الكلام فيه على المدير الفني، المدير الفني معاه مجموعة لعيبة على اعلى مستوى. كل القصة في الاهلي خلال الفترة القادمة المدير الفني للنادي الاهلي هيستخدم اللعيبة ديت ازاي؟ المدير الفني للنادي الاهلي هيعرف يعمل التشكيلة المناسبة لكل مباراة ولا لا؟ كل القصة زي ما بقول لكم في النادي الاهلي مدير فني، المدير الفني للنادي الاهلي لو قدر يستخدم لعيبة النادي الاهلي صح ويحط التشكيلة الصح لكل مباراة، مفيش فرقة هتقف قدام النادي الاهلي لا في الدوري ولا في دوري ابطال افريقيا. ده واضح جدا، عنده كل النجوم، عنده كل الادوات اللي تمكنوا من الفوز في اي مباراة، اللي تمكنوا من السيطرة على اي مباراة. ولسه كمان امام عاشور راجع، ولسه كمان في اكتر من لاعب هيرجع خلال الفترة القادمة. مروان عطية كمان راجع، فيقدر النادي الاهلي يستخدم اللعيبة ديت مع اللعيبة الموجودة انه يكون تشكيل مرعب. زي ما بقول لكم المدير الفني للنادي الاهلي هو المسؤول الاول والاخير عن نتيجة اي مباراة قادمة للنادي الاهلي. من وجهة نظري ما عندكش حجة، انت اللي بتورط النادي الاهلي. زي ما بدأت اول مباراة بتشكيل غلط، كمان في المباراة التانية لما طلعت ديانج يا سيدي والله العظيم ما له بديل، بتريحه او كنا فايزين 3 انما الدنيا اتطورت بعدها، دخل فينا هدف. وهتكلم على شوبير دلوقتي، وكانت الدنيا هتتكلكع تاني لما ربنا سهل وجبنا الهدف الرابع. فالمدير الفني للنادي الاهلي هو اللي عليه الدور الكبير خلال الفترة القادمة. المدير الفني هو اللي ممكن يطلعنا السما، والمدير الفني هو اللي ممكن ينزل الفرقة ديت الارض. بالنسبة لشوبير انا مش عارف والله في ايه. المباراة الاولانية غلطة وقلنا ماشي وضيعت علينا نقطتين، لكن المباراة ديت انت ما جالكش الا كوره طول الماتش، ما جاش الا كوره واحده. ده انا ما كنتش عارف مين اللي واقف جول للنادي الاهلي، انت ولا الشناوي. وكانت دي تاني كوره، فايز 3-0 وشايف محمد هاني بيطلع الكوره براسه طالعه بره، ما تسيبها تبقى كورنر. انت خايف يجي علينا كورنر ومش خايف يجي فيك جون غلطتك. انا مش فاهم بصراحه. بقالنا سنه واتنين نقولوا شوبير يلعب، نقولوا شوبير افضل من الشناوي، نقولوا شوبير لازم ياخد الفرصة كاملة، لكن في أول مباراتين عليك علامة استفهام. أنا مش فاهم يعني في إيه يا شوبير؟ ما تركز شوية، ده فرصة عمرك. وبقول لك داخل عليك أفريقيا مع المنتخب، وداخل عليك كأس عالم بعد كده، إنما مش عارف أنت زي ما تكون بتقول لا 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 ده أنا حارس احتياطي رجعوا الشناوي تاني. مش فاهم بصراحة في إيه. كرة يعني لو في حضانة أو عيل صغار بيتدرب في أكاديمية وفايز 3-0، ما تسيبها يا سيدي تطلع كورنر، ايه المشكله يعني؟ انما ترجعها عشان تدخل فيك جون بالشكل ده. وكانت والفرقه هترجع تاني واتشجعت واتحمست اللي هي فاركو للمباراه بسببك. ايه يعني في ايه؟ ما تركز شويه الله يكرمك عشان ما تخليناش نندم ان طالبنا ان انت تلعب على حساب الشناوي. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.